وصفة ميني بانكيك تجيب بزاف هايلة، تقطع لكم كمية كبيرة بطريقة راقية بتقديم راقي. الوصفة هذه بزاف هايلة وراقية، تحمر الوجه، يعني ما فيهاش تعب بزاف، وثاني تجي هايلة. اول حاجة في اشوار عندي كاس تاع الفارينة، من المستحسن انكم تغربلوها، نزيدوا عليهم 3 ملاعق سكر عادي، اللي تحب تزيد السكر تزيد، اللي تحبهم هكا ناقصين حلاوه. بعدا راح نزيدوا فيهم الشوكولا والاخر راح يجيو حلوين بزاف. على بها درت غير 3 ملاعق. عندي هنايا كيس خميره كيميائيه، كملت هذاك الفتات تاع الفارينه اللي قاعد لي في الكاس. بعدها هنايا كيما راكم تلاحظوا زدت حوالي 2 ملاعق صغار تاع لافاني باش يجي الجو تاعهم بنين، وكاس تاع ناقص اسبوع تاع الحليب، حليب يكون في المطبخ. بهذه الطريقه نجيبوا 2 ملاعق كبار زبده ذائبه، اي زبده كانت عندكم ولا مارغرين عادي، نذوبوها ونخليوها تبرد ونضيفوها. وعندي ثاني بيضه بدرجه حراره الغرفه ولا المطبخ، وثاني عندي قرصه تاع الملح. نعاودو نغلقوا الاشوار تاعنا ونخلطوا كل شيء مع بعضه حوالي دقيقتين، قيس ما يتخلط لي الخليط تاعي مليح مليح. بهذه الطريقه يعني ما تطولوش، كل ما ترحيو بالاشوار تاعكم تبقاو نحيو صباح. نعاود نخلط حتى نتحصلوا على هذا القوام السائل. كما راكم تلاحظوا تقدروا تفرغوه في بوش ولا في قرعه كما حبيتوا. انا كانت عندي هذا القرعه اللي راكم تشوفوا فيها. فرغت الخليط تاعي كامل، خليته واحد 10 دقائق هكاك. نجيبوا مقله تكون ما تلصقش، المقله تاعنا لازم تكون ما تلصقش. نحطوها على نار تكون متوسطه، تحبوا تدهنوها بشويه تاع المارغرين وتمسحوها، ولا تحبوا تخليوها هكا. انا دهنتها بشويه تاع المارغرين ومسحتها. بعدها نجيبوا هذيك القرعه ونبداو نشكلوا دوائر بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نبداو نطيبوا فيهم، راح تعطيكم كميه يعني ما شاء الله فوق 30 حبه. كما راكم تلاحظوا لازم تتولهوا كي تكونوا تصبوا فيهم، صبوهم بالعقل باش ما يجيوكمش اشكال غريبه، باش يجيوكم دوائر. كما راكم تلاحظوا هي من المستحسن انكم كي تجيو تطيبوهم مع تحطوهم بعد تقلبوهم ثم تخليوهمش يطولوا، فهمتوا؟ كما راكم تلاحظوا هنا بقيت نطيب فيهم حتى وين كملتهم كامل. شوفوا اللون تاعهم كيفاه جا بزاف هايل، وثاني يجيو بزاف خفاف وفيهم الجو تاع لافاني. كما راكم تلاحظوا هنا راني نطيب فيهم غير بالعقل بهذا الشكل، نقلبهم كامل على الجهتين. البنات اللي جديده في قناتي ما تنساش دير الاشتراك، القناه تاعي راهي غير في 1000 متابع وراني حابه نطلعها ل2000، يعني ديروا لي فضلا وليس امرا ديروا لي اشتراك. شوفوا هنايا جبت لي فيغين تاوعي، تقدروا ديروهم في هذوك الاقارب. انا شفت هذوك الاقارب اللي يتباعوا عند لوازم الحلويات ثاني يجيو بزاف هايلين، انا حبيت نديرهم هنايا. جبت شوكولا اتارتيني عادي حطيتها في بوش وبديت نزين في لي فيغين من الداخل بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. وديروا لنا جيم للفيديو واشتراك في الصفحه فضلا وليس امرا باش تشجعوني نكمل. جبت هنايا لي بانكيك اللي طيبتهم وبديت نشكل فيهم بهذه الطريقه، ندور فيهم على الفيغين تاعي بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نعمروهم مليح. بعدها نجيب هذو لي كيردون اللي بقاو لي طبعا نحطهم في لي كيردون. تقدروا ديروهم مع البنان والفريزه، انا ما كانش عندي البنان والفريزه، تشوفوا كيف زينتهم. هنا نعمروهم مليح بهذه الطريقه. هي هذه بدلتها بهذا الشكل.
كما قلت لكم نجيبوا هذو لي كيردون نبداو نعمروا فيهم بهذه الطريقه. كما تقدروا تحطوهم في صحن عادي وتصبوا عليهم الشوكولا وتزينوهم بالفواكه، راح يجيو بزاف بنان وهايلين بهذه الطريقه. المره القادمه باذن الله راح نديرهم معاكم صحيين، يعني بالشوفان والموز يعني تاكلوهم بدون تأنيب ضمير. هنايا جبت شوكولا اتارتيني وبديت نحط فيها بهذه الطريقه حتى وين عمرت نغرقوهم مليح في الشوكولا بهذا الشكل. كثر يا مدام الشوكولا على خاطر هما اصلا بنتهم في الشوكولا الحق. هنايا بعد ما حطيت كميه معتبره نزيدو نجيبو هذيك كريمه البندق ونحكمو نعمروهم مليح من الفوق. كما على بالكم بلي كريمه البندق بزاف بنينه وهايله سيرتو مع لي بانكيك. بعد ما كملت الكميه كامل جبت هذه الكريمه وبديت نحط فيها بهذه الطريقه. يعني يجيو بزاف. انا عجبتني الفكره تاعهم لانه ساهلين ما فيهمش تعب بزاف، ماهيش حاجه اللي راح تعبك، في نفس الوقت يجيو راقيين، يعني التقديم تاعهم يجي مليح وثاني في البنه يجيو هايلين، يعني يبردوا على القلب. هنايا بالنسبه للتزيين كانت عندي حبه تاع الكيوي وجبت هنايا حبه نكتارين وشويه تاع العنب. قشرت الحبه تاعي تاع الكيوي وقطعتها الى دوائر بهذه الطريقه، وقطعت ثاني الحبه تاع النكتارين الى قطع بهذا الشكل، يعني باش يجي الشكل تاعهم مليح في التزيين. ونروحو نبداو نزينو لي فيغين تاوعي بهذا الشكل. حطيت العنب هو الاول، تقدروا تحطوا حبه ولا زوج، يعني هو كل ما تكثروا الفواكه كل ما راح تجي الحاجه هذيك بنينه ومنعشه بهذا الشكل. بعدها نجيبوا الكيوي دوائر نحطوه بهذه الطريقه، واذا حبيتوا ديروا للمناسبه ولا اي حاجه تقدروا تضاعفوا المقادير، ضاعفوا المقادير وتستعملوا هذوك الاقارب الصغار اللي يتباعوا عند لوازم الحلويات وتعمروهم. ديروا مثلا في كل قارب تحطوا 5 ولا 4 حبات بانكيك، والباقي تكملوا تزينوه بالشوكولا والفواكه. هذو اللي بقاو لي حطيتهم في صحن وزينتهم بهذا الشكل. شوفوا لي الجمال تاعهم كيفاه جاو. بالنسبه لي فيغين حطيت لهم هنايا لي كيردون باش اللي يحب ياكل يقدر ياكل بلي كيردون هذوك ديراكتومون. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنساوش ديروا لنا لايك واشتراك في القناه وتشجعوني باش نبقى ديما نحط لكم هنايا في قناتي على اليوتيوب. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله. سلام.